هو دي بقت الكرة المصرية؟ يعني القطبين بتوع الكرة المصرية ده المستوى بتاعهم؟ دول اللي بيمثلوا الكرة المصرية؟ ده فريق عايز ياخد الستة في افريقيا، وده الفريق التاني اللي هيروح يلعب كاس عالم وعايز ياخد ال11 وعايزين يعملوا انجازات وقاعدين يضربوا في بعض، وجمهورين الفريقين داخلين في مشاحنات مع بعض. هي دي صناعة الكرة في مصر؟ هو ده المنتج الكروي؟ هو ده المستوى اللي بيه الدوري المصري؟ الفرقتين النهارده اهلي وزمالك بيقدموا اداء بعيد تماما عن الكوره. اللي بيقدموه على ارض الملعب ده بعيد تماما عن الكوره. لو هتيجي تتكلم عن نادي الزمالك، فنادي الزمالك عباره عن انه بيسيب الكوره للفريق التاني تماما تماما تماما، وبيحاول ان هو يخلص المباراه بكوره واحده، بضربه جزاء، بضربه ثابته، بحاجه فرديه او بمهارات فرديه لاي لاعب. غير كده فبتبص تلاقي ان نادي الزمالك مفيش اي لمحه فنيه، مفيش اي اداء، مفيش اي حاجه، وده بيحصل في الفتره الاخيره. ولكن النهارده بقى الموضوع بيتطور، ان الفريق اللي قدامه المقاولين العرب لعيبه نازله بتلعب كوره. المقاولون العرب النهارده الفريق كان بيلعب كوره، الفريق كان بيهاجم نادي الزمالك، كان قريب من انه يسجل هدف والتاني والتالت. هل معنى ذلك ان الزمالك ما كانش له فرص؟ لا، كان ليهم فرص، بس فرص المقاولين كانت اكتر، استحواذ المقاولين كان اكتر، خطوره المقاولين كان اكتر. رقميا المقاولين متفوق على كل حاجه. في فرق بقى من ان انا اكون انا اللي متفوق في الاستحواذ وفي التسديدات وفي كل حاجه، بس وحش، يعني انا وحش بالنسبه لادائي الكويس، انما ما يكونش الفريق الثاني اعلى مني. فالنهارده الاداء اللي قدمه المقاولين قدام نادي الزمالك بيخلينا نشوف ان نادي الزمالك في مليون مشكله ومشكله. ان نروح للنادي الاهلي، مشكله في كولر، مشكله في اللعيبه، المشكله فين بالظبط؟ كولر في ممكن الراجل بينزل تبديلات متاخره شويه، في بعض اللعيبه احنا عايزينهم يا عم الحاج موجودين لكن انت تيجي في الاول وفي الاخر بتبص اللعيبه اللي مع النادي الاهلي حاليا خلاص شطبت، جابوا اللي عندهم. اللعيبه بتلعب مش هقول لك زهقانه من الكوره، لا دول زهقانين من نفسهم. لعيبه النادي الاهلي زهقانين حرفيا من نفسهم. الواد رأفت خليل نزل شباب كده، حاجه فريش، نازل بيلعب كوره. طب ما هو الراجل بيلتحم وبيكسب التحامات اهو، بيتحرك وفي روح في ارض الملعب. انتوا ايه بقى؟ مش معنى كده انا بقول اللعيبه دي وحشه، لا اللعيبه دي كويسه وعندها كتير جدا. يعني مثلا محمد شريف، كان مثلا محمد شريف لا واحد مع النادي الاهلي لسنين جايه، خلاص هو شريف جاب كل اللي عنده مع النادي الاهلي، لو طلع بره هيكسر الدنيا. محمد شريف انا بقول لك لو طلع بره النادي الاهلي هيكسر الدنيا حرفيا. هل كولر بيلعبه عشان يحكم عليه بقى خلاص بيديله الكام ماتش اللي فاضلين لحد بدايه الانتقالات الشتويه دي عشان خلاص كده يحكم على كل حاجه، ولا ايه اللي بيحصل؟ كولر احنا شفناه عارفين ان هو مدير فني عالي ومدير فني كبير وواعي وكلام من ده. طب حسين شحات ما بيبداش ليه؟ هل انت عايز تجرب لعيبه تانية عشان تحكم على الدنيا؟ ما هو واحد زي حسين الشحات ده مساهم بالاهداف في المباريات الاخيره، وهو اللي بينقذني في المباريات الاخيره، فان انا ما ابداش بيه اساسي ثم اني اتاخر في تبديله حسين الشحات كمان، فدي الكارثه. برونو سافيو لو فضل يلعب من هنا للسنه الجايه في مركز صناعه اللعب هيمشي قريب من النادي الاهلي. ما هو اللاعب هو مش صانع لعب، هو برونو سافيو مش صانع لعب، ده راجل جناح، لعبه جناح. ما تجرب عبد القادر في صناعه اللعب، عبد القادر بيعرف يمسك الكره، محتاج الكره توصل له كتير عشان يروح بيها، عشان يعمل اي حاجه. وعبد القادر نفسه بيظهر في ماتش وماتشين لا، ماتش وثلاثه لا، كره واثنين لا، كره وثلاثه لا. اللعيبه عندها زهق من نفسها مش من الكوره. فان ما حصلش صفقات وتدعيمات قويه في الشتاء، النادي الاهلي هيروح كاس عالم هنشوف كوارث، النادي الاهلي هيلعب في افريقيا هنشوف كوارث. كذلك الكلام بالنسبه لنادي الزمالك، لو ما حصلهمش تدعيمات في الشتاء هيحصل لهم كوارث في افريقيا بطريقه اللعب اللي بيلعبوا بيها دي. ما هو لو في فريق بيلاعب نادي الزمالك بالشكل اللي هو بيلعب بيه ده، وعندهم لعيبه تقدر تخلص، وعندهم هجوم بيقدر يخلص، نادي الزمالك هيكون في مهب الريح حرفيا. يعني النادي الاهلي النهارده كان ممكن يخسر، كان ممكن يخسر باستهتار اللعيبه بكوره كده طايشه، انت ممكن تكون انت ماسك الكوره قدام بكوره طايشه بتروح. المنتج الكروي ككل يقرف، اما ده مستوى القطبين عندك. اما تقابل فريق زي سموحه مع مدرب زي طارق العشري، رص اللعيبه وخلاص. هنا انت بتبص لمستوى المدربين الفنيين او المديرين الفنيين اللي هو يقدم مباراه زي دي، هو خرج باللي هو عايزه، بس فين المنتج الكروي اللي خلانا نقف ونقول لك شابوه انت قدمت مباراه كويسه؟
ده ممكن يخسر والناس تطلع تقول له شابوه. فهنا فين شخصيه المدرب المصري بقى اللي يعمل حاجه على ارض الملعب؟ ما هو اي حد في الدنيا لو جبت واحد ماشي في الشارع تعال امسك الفريق الفلاني وانزل اتعادل مع الاهلي او مع اي فريق كبير، هيقدر يعملها. ينزل يا باشا رص ال11 زي ما طارق العشري يعمل كده، اي حد يقدر يعمل كده. فالمنتج الكروي ككل في مصر يقرف الحقيقه. ما بنطورش في اي حاجه، مفيش اي تطور في مستوى اللاعب المصري، مفيش اي قابليه للتطور اصلا. المنتج الكروي في تدني، في حين ان الوطن العربي وافريقيا بل العالم كله رايح في حته تانية بالكوره وبصناعه الكوره، ولكن احنا بننزل تماما تماما تماما. هتكلم واقول ايه عن ماتشين النهارده الاسوأ من بعض؟ مش عارف الحقيقه. مش هقول بقى اهلاوي زملكاوي، اكيد ما نفسناش ده يكون المنتج الكروي. سلام.